أول لما تشك في نفسك خلي بالك، لأن الشك ده ممكن ما تكونش أنت السبب فيه، ممكن يكون حد تاني بيزرعه جواك. في أوقات كتير ما بيكونش عندك مشكلة في أي حاجة، وفجأة بتلاقي نفسك بتشك في كل حاجة، في كلامك، في تصرفاتك، حتى في نيتك. تبدأ تراجع المواقف اللي أنت عملتها وتراجع ردود فعلك كانت عاملة إزاي، وتقعد تقول لنفسك يمكن أنا كنت غلطان. بس السؤال هنا بقى، هل الشك ده جاي منك ولا جاي من حد حواليك بيشككك في نفسك طول الوقت؟ في نوع من الناس بيحب يحسسك انك قليل وانك مهما عملت في حاجه ناقصه، حتى كل تصرف بسيط منك ليه تفسير سلبي. كل نية طيبة تتحول عنده لسوء ظن، ولو حاولت تشرح يقولك بتبرر ليه وانا غلطان. الناس دي بقى بتتعامل انها هي الصح في اي وقت، وانت دايما لازم تعتذر وتراجع نفسك وتستحمل. مع الوقت صوتهم بيعلى جواك وصوتك انت بيبتدي يختفي. يعني هشرحها لك ببساطة كده، بتلاقي نفسك بعد كده تتكسف تقول رأيك وتخاف تاخد معاهم قرار. خلي بالك في فرق كبير من انك تراجع نفسك وانك تلغي نفسك. يعني مش اي حد بيلومك يبقى بيحبك، مش اي حد بيعلق عليك في حاجة بتعملها يبقى بيطورك. يعني في ناس بتقعد تنتقد عشان تبقى احسن، بس في ناس بقى بتقعد تنتقدك عشان تفضل تحتهم. خد بالك ان الثقة بالنفس مش بتتبني في يوم، بس ممكن تنهار في لحظة بسبب كلمة من الشخص الغلط. خليك دايما واعي وما تسمحش لحد يخليك تشك في نفسك عشان هو مش واثق في نفسه. كل ما تحس انك بدأت تشك في نفسك اسأل نفسك سؤال واحد، انا فعلا غلطان ولا انا بس قدامي حد بيحاول دايما يقلل من اللي حواليك؟ خليك واعي وخليك سابق بخطوة.